السلام عليكم، اهلا بكم احبائي في الله في قناه اسماء وورد. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حنشوفوا البركوكس اللي هو اكله جزائريه تقليديه. اذا بلا ما نطول عليكم نجوز الى المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا باش نحضروا البركوكس تاعنا، هنايا حكمنا قدرة حطينا فيها 5 ملاعق كبيرة تاع زيت نباتي، زدنا لها ملعقة كبيرة تاع السمن فاتني التصوير. إذا حطينا لي موصول تاع الدجاج باش يتقلاو. نزيدوا لهم دركا البصل والثوم، وتقدروا تحطوا لحم غنمي ولا لحم بقري، واش عندكم حطوه. البصل والثوم يكونوا مرحيين. نزيدو نحطو الملح، نتوما ديروا هنايا نصف ملعقه كبيره، ومن بعد مع الاخر شوفوا على حساب الاخر تاعكم زيدوا الملح. هنا الملح على حساب الاذواق. نضيف قطعتين تاع طماطم يكونوا مرحيين كيما هكذا. نضع الجزر الان، ثم نضيف الخضروات الاخرى. درت 5 حبات تاع جزر يكونوا كبار. اذا عندنا التوابل هنايا، عندنا راس الحانوت فيها معاه القزبر، عندنا الكركم، زنجبيل، فلفل احمر وفلفل اسود، هذو هما. نضع الفلفل الحار اختياري، نضيف بسباس معلفت. اذا نمرق وندير الطماطم مصبره، درت انا ملعقتين تاع الطماطم مصبره، ملعقتين كبيرتين. درك هنايا انا مرقت ب5 لترات تاع ماء. هنايا راح ندير له كيلو تاع بركوكس. نضيف ربطه تاع دبشه او قزبر، نرمولها لحم المفروم كريات، نرمولها لحميصه. الحميصه شمختها نهار كامل وطايبه ماشي خضره. بسم الله. هنايا عندي كيلو تاع بركوكس، غسلته حطيته في الكسكاس وغسلته بالماء، خليته يقطر مليح. كي نشف درت له 3 ملاعق كبيره تاع زيت طبيعي. دوكا حنفورو التفويره الاولى. نحرك جيدا ثم نحطوه يفور التفويره الاولى. البركوكس تاعنا يفور، نفوروه المره الاولى. هاو فارسي دوك نحيوه، دوك نرشوه فوالا شويه تاع ماء كيما ديروا التليتلي، ومن بعد نديروا له 3 مغارف 4 مغارف تاع الزيت الطبيعي، نخلوه ينشف مليح. ومن بعد كي نزيدو نعاودو نفوروه المره الثانيه. دوك نفار المره الثانيه نحطوه في لاصوب، وقبل ما نحطوه نحو شويه تاع لاصوب اكوتي. اخر تحطوا البركوكس تاعكم ها في البولون، تشوفوا حتى يطيب البركوكس تاعكم حتى 10 مينوت الى ان كار دور هكاك. يكون كان قاسي يكون حتى 20 مينوت. هنا هو الماكسيموم تاعو 15 مينوت. هذاك البويون اللي نحيناه اكوتي هذاك نخليه نزيدوه مع الاخر يكون يشف لنا، ولا بس هو يكون لازم يكون شويه فيه بويون ماشي ناشف كيما تليتلي. البركوكس تاعنا في الاخير جا حار وبنين. اذا نتمنى لكم شهيه طيبه. هذا وش يليق مع هذا البرد. الى ان نلتقي في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.